مساء الخير جميعا، ازيكم؟ انا مش هطول في الكلام عن مين اللي عمل ومين اللي سوى وتحقيقات، وما اظنش ان انا اقدر اضيف على اللي اتقال، ولكن انا عايز الفت النظر لان اللي بيحصل في بورسعيد دلوقتي هو جزء لا يتجزأ من الحفاظ على الثوره وخيانتها حقيقه. لما يبقى في دعوة لحصار مدينة، وعقابها بشكل جماعي في ما بعد الثورة، ده بيورينا بالظبط احنا واقفين فين. لو بصيت على دعوة الحصار هتلاقيها جريمة او خطيئة كبرى من كافة الايديولوجيات اللي موجودة على الساحة المصرية. الحصار لو بنتكلم على الايديولوجيا الاسلاميه المفروض ان هي مهيمنه في البرلمان. الحصار ده في التاريخ الاسلامي هو السبب الرئيسي للهجره، والتقويم الهجري مبني على رد فعل الحصار، وحصار ده اثم كبير. فغريب قوي ان يبقى عندك تيار اسلامي مهيمن وفي الاخر موضوع زي الحصار ده يعدي عادي جدا. لو بصيت على الليبراليين هتبص تلاقي ان العقاب الجماعي والحصار هي جريمة حرب. فغريب ان احنا عاملين نقول ديمقراطية وافكار ليبرالية وبعدين بنقول حصار وتجريم وعقاب جماعي، زي ما حصل برضو مع الاسر المسيحية في العمرية، بقى عادي خالص عقاب جماعي. والحصار لما نيجي نتكلم على بورسعيد تحديدا ده تكتيك بتاع اسرائيل وبتاع عدوان ثلاثي، ففي خيانة للتاريخ المصري اصلا. فاحنا بنتكلم على حاجة من نوع هي جريمة حرب وجريمة، والناحية تانية هي خطيئة لا تغتفر وممكن تبقى كبيرة من الكبائر في ظل هيمنة افكار ليبرالية من ناحية وافكار اسلامية من ناحية تانية. ولكن الكانتونات هنحاصر البورسعيدية وبعد كده الضميطة، هنبقى كلنا اقليات مواطنين من الدرجة الثانية، واللي بيسكت على اقلية ما تاخدش حقها طبعا. شكرا طبعا. كل